بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا هنعمل مع بعض القشطوطة زي ما احنا شايفينها مع بعض كده. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نصلي على الرسول ونشوف هنبدأ وصفتنا ازاي. اول حاجة عندي هنا نص كوباية رز ابيض عادي مصري، غسلته وحطيت عليه كوباية ونص مية زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هسيبه على النار لغاية المية بتاعته دي ما تنشف. زي ما احنا شايفين كده المية نشفت اهي. يعني اول حاجة بدل الرز 3/4 سوا كده بالمية، وبعد كده بنزل بلتر حليب او لبن، بقلبه في بعضه كده واصبر عليه لغاية ما اللبن ما الرز يستوي معايا. عندي هنا معلقة كريم شانتيه ومعلقة نشا، وهقلبها كده مع شوية لبن. يبقى حطيت معلقة كريم شانتيه ومعلقة نشا، وحطيت 2 ظرف فانيليا كده على اللبن في الاخر. وبعدين انزل بالنشا والكريم شانتيه كده، بديلها غناوة كده. الكريم شانتيه لو مش موجود او مش متاح خلاص، يبقى احنا كده خلاص الرز بلبن بتاعنا خلاص كده هنعبيه في الاطباق ونسيبه. وبعد كده هنعمل الكيك بتاعنا او الاسبونج، كيكة الاسبونج. هنعمل عندي هنا 3 بيضات، حطيت عليهم فانيليا وحطيت عليهم نص كوباية سكر. هنضرب البيض ده لغاية ما اللون بتاعه يبقى فاتح زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بنضرب السكر مع البيض لغاية لون ما يبقى فاتح معانا خالص كده زي ما احنا شايفين، والقوام بتاعه يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احط ذرة ملح بسيطة. خلاص كده. عندي هنا كوباية الا ربع، وكوباية الا ربع دقيق وعليها معلقة بيكنج باودر، بقلبها في بعضها كده. وبعدين بنزل بالدقيق حبة بحبة، يعني كوباية الا ربع دقيق وعليها معلقة بيكنج باودر. بنزل حبة بحبة كده واضرب علشان بس. بعمل يعني مش بعلي السرعة بتاعة المضرب علشان الهواء اللي دخل في الخليط من ضرب البيض ما يخرجش منه. زي ما احنا شايفين كده. بنزل بقى حبة بحبة كده لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. وبعدين افضيها في الصينية، ولازم تدخل على فرن مسخن مسبقا. يبقى كده الخليط بتاعنا جاهز. هدخلها الفرن ونشوف. عندي هنا هنعمل الكريمة. عندي هنا حوالي معلقتين كبار او 3 معالق سكر. هدوبهم في المية الساقعة كده، وبعدين هنزل بكوباية كريم شانتيه. عندي هنا اللبن. جبت هنا كوباية ونص لبن، حطيت عليهم معلقتين كبار سكر، وبعدين حطيت عليهم معلقتين قشطة. قشطة بلدي من اللي هي بتاعت قشطة وش اللبن، او قشطة تشتريها براحتك اللي انت عايزاه. ودي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن كده. هنعمل لها فتحات بالشوكة كده او بعصاية شيش طاووق او باي حاجة زي ما انت شايفة كده، علشان لما نيجي نسقيها بالخليط تشربه كله. وعندي هنا كوباية ونص حليب، بنسقيها بالحليب كده. بس لازم الكيكة تبرد، يعني ما ينفعش تسقيها بالحليب وهي سخنة، هتعجن منك خالص ومش هتنفع. فلازم تسيبيها تبرد. هسيبها كده وهجيب الكريمة بتاعتنا بقى. عايزة تفردي الكريمة بكيس كده، تحط الكريمة في كيس وتفرديها علشان ما يحصلش معاك اللي حصل معايا ان وش الكيكة طلعت كده. بس انا هحاول بالراحة كده علشان ما تطلعش معانا زي ما احنا شايفين كده. يعني براحتك، لو انت لسه مبتدئة ممكن تحطها في كيس وتوزعيها على الصينية كلها. هوزع الكريمة زي ما انتوا شايفين كده. هوزعها بالمعلقة كده. خلاص انا وزعت الكريمة. هجيب المشط ده المشنشر واعمل شنشرة كده على وش الكريمة كده زي ما احنا شايفين مع بعض. وتبقى كده خلاص. التريليتشا او كيكه التريليتشا بتاعتنا ديت، هي بتبقى طبقه تريليتشا على طبقه رز بلبن زي ما احنا شايفين كده. دي القشطوطه اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا عملناها بطريقه سهله. انت بتروح تشتريها
اقل طبق ب45 جنيه وب50 جنيه، يعني الطبق الصغير. فانت عملتيها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وفرحت بيها ولادك، وعملت منها كمية برضو. يعني شايفين احنا عملناها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص. يبقى احنا عملنا الرز بلبن زي ما احنا شايفينه في الاطباق كده، بتبقى طبقة رز بلبن بسيطة كده، وعليها طبقة آه، كيكة التريليتشا او اشطوطة، يعني بأي مسمى بقى بتسموها زي ما احنا شايفين كده. وعملناها كأنها جاهزة بالظبط وفي الأطباق بتاعتها، وحاجة انت عاملاها في البيت بكل سهولة وما كلفتكش ربع اللي انت هتشتري بيه. طبعا عندي هنا عندي زبدة لوتس، هنحط عليها زبدة لوتس من فوق الوش كده زي ما احنا شايفين. حطيتها في كيس وهنزل عليها كده زي ما احنا شايفين مع بعض. يبقى ده اول واحدة. وتاني واحدة عندي مربى حليب، يعني دي زبدة لوتس ودي مربى حليب. او لو عندك شوكولاتة، عندك نوتيلا، عندك اي حاجة عايزة تعملي بيها براحتك. والتالت طبق ده هنعمله كده بالفاكهة، بالفراولة وبالموز. فانت بتزين الاطباق بالطريقة اللي تريحك، او الطريقة اللي ولادك بيحبوها او اللي عيلتك بتحبها، زي ما احنا عملناه مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة خالص. وزيناها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة برضو، وهتزيناها بامكانياتك انتي. وهنزينها بشوية مكسرات من على الوش كده. يبقى عملنا القشطوطة في البيت بكل سهولة، ما خدتش مننا وقت. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان الكريم. ويا رب ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بألف خير. وعملنا مع بعض الأطباق الجميلة دي بطريقة سهلة وبسيطة. ويا رب فيديو النهاردة يبقى فيديو خفيف كده وجميل. وأشوف وشكم بألف خير، بس يا ريت ما تنسونوش في اللايك. وأشوف وشكم بخير.